من هو هل هي أو هو؟ ما عرفنا. الله، قلت لكم لوسيفر. ردوا بالكم من لوسيفر يا الداعمين، لوسيفر قوي جدا. إن شاب يرجع إلى غمار المنافسات. نعم، إن شاب أشرف. رجعت أعطونا مليون تكبيسة حتى نبدأ البرنامج. احنا نبدأ البرنامج الآن. المليون تكبيسة تظهر لي، غنبداو البرنامج مباشرة. الآن وصلنا ل 500 ألف تكبيسة. وركوا تكبيس حتى نبداو البرنامج. نعم، شكون اللي غيقصف المفارقة العاشرة؟ المفارقة العاشرة، نعم. ها هي، ها هنا، ها هي، ذا هنا، هناك. من المفرقعة العاشرة؟ نعم. من هذا؟ من صاحبها؟ نعم، نحن ننتظر مشاهدينا الكرام، ننتظر من صاحب العاشرة. الله، أحلام من أمريكا عندها 24 في الليفل. أحلام تقصف العاشرة. نعم، ادخلوا عند أحلام، ادخلوا عند أحلام، أكرموا أحلام، تهلاو لي في أحلام صاحبة ليفل 24. نعم، نعم. لا يا سارة، يا أمي بنت أمي السعدية، لا لا. ايوه، نعم، احلام، نعم. ساره بنت امي السعديه عندها نعم، عندها صفرة، لان احنا دايرين الهديه اللي في الهدف، مش الهديه اللي قل منها. ولهذا حكم اللقاء يصفر. صفرة، بطاقه صفراء لساره بنت امي السعديه، رحمه الله عليها. نعم، ساره ترتكب غلط وخطا قد لا يغفر. نعم، نعم يا سارة. نعم يا سارة، نعم، قد أدركت خطأها. هي الآن في موقف الإدراك، وأدركت خطأها وصححت الخطأ. فبالتالي الحكم يرجع إلى الفار، يسحب البطاقة الصفراء. نعم. الله. جاكيز. يا ربي السلامة. وصلنا. نرجع إلى غمار المنافسات. وصلنا إلى 12. من يقصف المفرقة 13؟ المفرقة 13. من سيقصف المفرقة 13؟ وصلنا إلى 600 ألف تكبيسة. على فكرة قد اقتربنا من مليون تكبيسة. وحتى يطمئن الجمهور الكريم أنه لما تكتمل مليون تكبيسة سنبدأ مباشرة، سنخوض مباشرة في برنامج، نعم، برنامجكم المفضل، برنامج الزواج. نرجع إلى غمار المنافسات على الجولة الثانية. نعم، من سيقصف المفرقة 13؟ من سيقصف المفرقع 13؟ على فكرة هذا الهدف قد يظهر فيه داعمين كبار، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الهدف في هذا الهدف، هو أننا نسعى أن نتعرف على أكبر وأقوى الداعمين الموجودين في هذا البرنامج، برنامج تيك توك. من سيقصف المفرقع 13؟ نعم، من سيقصف؟ الله، من هذه الريفية. نعم، الريفية عندها لا لا، لا لا، لا لا. الريفية عندها 28 في الليفل. لا لا، لا، عندها 28 في الليفل. لا. نعم الريفية، نعم، 28 في الليفل. الريفية حذاري من الريفية، حذاري ثم حذاري من هذه الريفية، حذاري منها، حذاري من تمريراتها، من تسديداتها كذلك. نرجع إلى المفرقعات. من سيقصف المفرقع 14؟ من سيقصف المفرقع 14؟ حميد، جيب لي واحد السيطر ديال الباهية. وقلنا لك ست الصوت أصاحبي. نعم، أكيد أنه كان غلط، أكيد، نعم، كان غلط، خطأ تقني فني. نرجع. من سيقصف المفرقعة 14؟
14. نعم، من سيقصف المفرقعة 14؟ المفرقعة 14. الله، دوبامين دوبامين. من هذا الدوبامين؟ لحظة 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 لحظة. دوبامين 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 كم عنده في الليفل، لكن دوبامين فاجأني أنه حساب خاص، حساب مخفي، ما عرفت. حبذا لو يضرب مرة أخرى نشوف بسرعة، نشوف ليفلو، لأن ما يظهر لي في العوينة، لأنه أظن أنه مخفي. على فكرة مشكور دوبامين. نرجع إلى جو المفرقعات. من سيقصف المفرقعة 15؟ اقتربنا من المليون تكبيسة على فكرة. من سيقصف المفرقعة 15؟ نعم، المفرقعة 15. من سيقصف المفرقعة 15؟ الله 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 الله. دوبامين. لحظة. الله، داعم جديد عصام صنهاجي. دوبامين عنده 27 في الليفل على فكرة. قصف مفرقعتين وقد يقصف أكثر، لأن الرجل عنده ما يقول. الرجل عنده من الخبايا ومن الأسرار في قوته في دعمه الكثير. ولعلنا نتفاجأ بتسديدات دوبامين. نعم، لا شك. نرجع إلى جو المنافسات. في منافسة الهدف ما بين الداعمين، من هو أقوى داعم؟ من هي أقوى داعمة؟ نرجع إلى جو المنافسة. من يقصف